في عندنا كده كمصريين ان احنا عندنا بعض الاماكن اول ما نسمع اسمها بيجي في بالنا كده الرقي والكوميونتي المحترم والهدوء والامان والفاسيلتيز الجميله، اي خدمات محتاجها، سهوله وصول، بتعامل كده مع طبقه راقيه اعرف اتعامل معاهم شبهنا يعني. زي شيخ زايد، زي المعادي، زي الزمالك. دلوقتي في العاصمه الاداريه الجديده في منطقة مطروحة في العاصمة الإدارية الجديدة سكنية، وطبعا فيها مولات خدمية. المنطقة دي هي بتتقال عليها إنها الشيخ زايد بتاعة العاصمة الإدارية الجديدة. هي منطقة الار 8 وهي موجودة على أعلى تبة موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة. لو حابين تسمعوا عن تفاصيل أكتر عنها، حابين تسكنوا فيها أو تستثمروا، هيكون حاجة جميلة جدا. لو عايزين تعرفوا كل التفاصيل تقدروا تكملوا معايا الفيديو للآخر. اهلا بيكم، معاكم الاستشاري العقاري المهندس احمد رضوان، الرئيس التنفيذي لمجموعه شركات ARG. طبعا لو حضرتك بتفكر في سكن او استثمار او مهتم بالعاصمه الاداريه الجديده او العقار عموما، فلازم تسمع وتعرف كويس قوي الار 8. الار 8 هو الحي الملاصق لحي سفارات اللي فيه كل سفارات العالم، والكوميونتي فيه هيبقى في منتهى الرقي لان هو زي الزمالك جنب السفارات. وفي نفس الوقت اللي حابب يستثمر يقدر يأجر وحدته اللي اشتراها وتملكها بالدولار للناس اللي جايين من الخارج عايزين يشتغلوا في السفارات او هم تابعين لسفارة معينة في الدولة معينة. طيب انت في الار 8 علشان تفهم بس اللوكيشن بتاع الار 8 او الديستنيشن دي فين بالظبط، هتلاقي جنبك انت قريب جدا من منطقة الميجا مولز. هتلاقي نفسك جنب جدا او قريب جدا من المنطقه اللي هي الاسكان الحدائقي اللي هي 10% قصور و90% فاسيلتيز ولاندسكيب ووتر فيتشرز وكل حاجه ممكن يحتاجوها، فمنطقه في قمه الرقي. طب انت قريب من ايه كمان؟ انت قريب جدا من النهر الاخضر اللي فيه اكبر حديقه مركزيه حول العالم بطول 35,000 متر. انت قريب جدا من الداون تاون اللي هي وسط البلد بتاعه العاصمه الاداريه الجديده على مساحه 1364 فدان، اكبر تكتل اداري وفندقي وطبي وتجاري في الشرق الاوسط كله. طب انت قريب من ايه كمان؟ انت قريب من مسجد مصر اللي هو تاني اكبر مسجد في الشرق الاوسط كمساحه بنائيه. طيب انت قريب من الحي الحكومي وحي الوزارات والحي المالي وفندق الماسة، وقريب جدا من الاكسبو سيتي والمدينه الطبيه، وكمان قريب جدا من السي بي دي او اللي هي السنترال بزنس ديستريكت اللي هي فيها اعلى تاور في افريقيا، وقريب جدا من الميديا سيتي. غير انت قريب من المتحف. انا لو فضلت اقول قريب من معالم كتير جدا، احنا لو قلنا يعني منطقه او لو بيتك قريب من معلم واحد من المعالم دي، هتلاقي نفسك ان المعلم ده يقدر يعلي من سعر المنطقه كلها بل ويرفع الايجار جدا. طيب الار 8 مساحتها قد ايه؟ 2500 فدان، اكبر حي انطرح لغايه دلوقتي للشركات المطوره ان هم يقدروا يتملكوا فيه اراضي ويطرحوها سواء لمولات او لكومباوندز حضراتكم تقدروا تشتروا فيها شقق او فيلل او دوبلكسات او استوديوز ايا كان حضراتكم محتاجينه. بالنسبه للار 8 فحضراتكم هتلاقوا ان في اكتر من منطقه فيه مترخصه اسكان فندقي او لفنادق انترناشونال، غير ان في اكتر من 23 منطقه في الار 8 مرخصه للمناطق الخدميه ومدارس انترناشونال واكتر من حاجه تخدم على المنطقه نفسها. ده غير ان فيها 2 كلاب هاوس على مساحه 107 فدان. 107 فدان يعني اكبر من كومباوند كامل. وطبعا لان حضرتك بتتفرج على الفيديو ده فطبيعي انك شخص مهتم بالاستثمار العقاري وبالذات العاصمه الاداريه الجديده، فحضرتك هتلاقي في اهم فيديوهاتنا اللي احنا اتكلمنا فيها عن استثمار عقاري او عاصمه اداريه جديده موجوده عندنا في الوصف. زائد ان انت لو عايز يوصل لك كل جديد في العاصمه الاداريه الجديده فاشترك معايا في القناه وفعل الجرس. نرجع لموضوعنا. لو احنا قلنا ار 8 فاول حاجه بتخطر في بالنا في اي منطقه بتطرح جديده او مش جديده نقول ازاي هنوصل لها. طب نشوف ازاي نقدر نوصل للار 8. اولا هي قريبه جدا من المحطه اللي هتوصل المونوريل للار 8 او ال ار تي او كل القطارات الموجوده بتوصل من خارج العاصمه الى داخل العاصمه والقطارات الداخليه. زائد ان احنا لو قلنا ار 8 فهنلاقيها بجوار الدائري الاقليمي اللي هيوصل الار 8 والار 7 والمنطقه دي لكل الاقاليم الموجوده في مصر، بل هي قريبه جدا من طريق القطاميه العين السخنه، بل انها بمقربة يعني تقريبا دقيقتين بالظبط ما بينها وما بين دائري العاصمة اللي هيلف حوالين العاصمة الإدارية كلها. فمن الار 8 تقدر توصل لأي حتة في العاصمة الإدارية، تقدر تخرج من القطامية السخنة، تقدر توصل الأقاليم منها نفسها. فأنت بتتكلم عن منطقة فعلا very prime. أنت بتتكلم عن منطقة
جنب النهر الاخضر، كفايه بس لو قلنا انك ساكن جنب 23 سفاره. طبعا منطقه الار 8 فيها كتير جدا من الكومباوندز واكتر من الشقق والمشاريع. الفكره ان انت عشان تلاقي حاجه مناسبه بالنسبه لك لازم يكون معاك مستشار عقاري قوي وامين، زائد ان هو مش كل المناسب بالنسبه لك يكون استثمار ناجح. فعلشان توصل لافضل قيمه مقابل سعر تقدر تواصل معايا على الرقم الموجود قدامك على الشاشه على الواتساب، وانا وفريق العمل من استشاريين عقاريين معتمدين من شركه ARG نقدر نوصلك لاعلى قيمه مقابل سعر. كل ده بخدمه مجانيه بنسبه 100%. بنعمل لك دراسه جدوى وبنبعد تماما عن الكلام التسويقي المكرر، وبنديك استشاره بناء على الكود الدولي المنظم للوسطاء العقاريين حول العالم. وفي نفس الوقت احنا بندي لحضرتك الاستشاره دي بناء على خبره على ارض الواقع. في انتظار اسئلتكم واستفساراتكم. شكرا لكم.